السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. انطلاق امتحانات الصف الثامن الوطني في الداخل والخارج. وزارة الزراعة تنظم منتدى بمناسبة يوم سلامة الغذاء الدولي. شباب مدينة مصوع يزورون ميناء عدوليس الأثري. في الأنباء العالمية، طهران تهدد بضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة إذا اندلع صراع عسكري. البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ عام 2008. 7 قتلى من جراء انفجار 16 قنبلة وهجمات مسلحة في كولومبيا. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. انطلقت اليوم 11 من يونيو امتحانات الصف الثامن للعام الدراسي 2024-25 في 508 مركز للامتحانات إجمالا في الداخل والخارج، وفي مدارس الجاليات الإريترية الواقعة في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية وكسلا بالسودان. ويتقدم للامتحان المرحلي هذا ما يزيد عن 72 ألف طالب وطالبة، منهم 46.2% من الطالبات للامتحان في 5 مواد أساسية. ويشارك 11,051 طالبا في إقليم حنسبة، و23,036 طالبا في الإقليم الجنوبي، و15,636 طالبا في إقليم القشبركة، و14,594 طالبا في الإقليم الأوسط، و6,337 طالبا في شمال البحر الأحمر، و1,403 في إقليم جنوب البحر الأحمر، و167 طالبا في مدرستي جدة والرياض، و8 طلاب في كسلة من إجمالي هذا العدد. يتم إجراء الاختبار في مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم. نظمت وزارة الزراعة يوم أمس 10 من يونيو منتدى تحت شعار سلامة الغذاء تطبيق علمي بمناسبة يوم سلامة الغذاء الدولي. وذكر في المنتدى الذي شارك فيه مسؤولو الحكومة وممثلين والشركاء، أوضح مدير عام قسم خدمات القانون والرقابة بوزارة الزراعة سيد تخلآب مسكنة ضرورة تحمل الجميع المسؤولية في حفظ سلامة الغذاء في عملية توفير الغذاء منذ إنتاجه وحتى استهلاكه، مشيرا إلى أهميته في ضمان الصحة العامة. وأوضح ممثل مكتبة منظمة الغذاء والزراعة في إريتريا سيسيوم طعمه أن سلامة الغذاء هي أولوية تؤثر على الصحة العامة والتوازن الاقتصادي والتوازن الاجتماعي والتنمية المستدامة على حد سواء. وحث ممثل منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتور نونسو إيجوفور بدوره الجهات المعنية لاتباع السبل العلمية في التعامل مع الغذاء، مؤكدا أن ضمان سلامة الغذاء عملية تتطلب مشاركة الجميع في الشأن، حيث يدفع بعملية تنمية مستدامة. قدم في المنتدى أوراق عمل تطرقت إلى التعامل مع الغذاء ونظافته وسبل مراقبة صلاحية المواد الاستهلاكية والغذائية وتأثير المعادن على النباتات وترابط البيئة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى علم سلامة الغذاء. وسلط المنتدى الذي صحبه مناقشة مشتركة وعروض الفيديو الضوء على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سلامة الغذاء وتبني نهج علمي لضمان سلامة الغذاء وتطوير سبل الإدارة والتخلص السريع من الأغذية منتهية الصلاحية وتحديد مصادر الغذاء بشكل صحيح. واقترح المشاركون تنظيم حملات مستمرة في هذا الصدد. يتم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية سنويا في 7 من يونيو لرفع مستوى الوعي للمجتمعات بشأن سلامة الأغذية، حيث تم الاحتفال به هذا العام للمرة 7 عالميا والمرة 3 محليا. نظم مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية مصوع رحلة إلى ميناء عدوليس الأثري في 9 من يونيو لأعضائه النشيطين الذين سيتوجهون إلى ساوا في هذا العام لمواصلة تعليمهم في الصف 12 وأداء واجبهم الوطني. وقدم أحد الخبراء في المناسبة توضيحا حول الخلفية العامة والأهمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذروة التطور والنفوذ لميناء عدوليس الأثري.
وقال عالم الآثار فيلماوي موسيه عضو متحف إقليم شمال البحر الأحمر إن المنطقة التي تبلغ مساحتها 40 هكتارا تحتوي على عدد من الآثار والقطع الأثرية القديمة المهمة. وأضاف أن الباحثين الإريتريين في تزايد مستمر من حيث العدد والكفاءة. كما ذكر مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية مصوع الشاب داوود تخلوم أن الزيارة تأتي ضمن الجولات التي ينظمها الاتحاد لتعريف الشباب بالمواقع التاريخية والتنموية في بلدهم. من جانبهم أعرب الزوار عن إعجابهم وارتياحهم بزيارتهم للموقع الأثري والتاريخي. يقع ميناء عدوليث الأثري الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد وحتى نهاية القرن السابع الميلادي على بعد حوالي 56 كيلومترا جنوب شرق مدينة مصوع. تقدم مؤسسة الغلال والمواشي خدمات حراسة بالجرافات بأسعار رمزية في مديرية عدخالة. وذكر المزارعين أن خدمات الحراسة التي يتلقونها ب185 نقفة للساعة تعتبر دعما للمزارعين والمحتاجين، حيث تلعب عملية حراسة المزارع بالجرافات دورا في تخفيف التربة وتقليبها بشكل فعال، مما يسهم في رفع الإنتاج العام للأرض. وأفاد مدير ضحيات ماي لافو أن خدمات الحراسة التي تقدم مكنت المزارعين في الضاحية وفي سومومو وعد عخيلو حتى الآن من حراسة حوالي 90 هكتارا من المزارع، مشيرا إلى أن الخدمات مستمرة ليستفيد منه المزارعين في المنطقة. وناشد السيد أبراهام في الختام إلى تشخيص جرافات أكثر لإنجاز العمل في أسرع وقت، وذلك قبل بدء موسم الأمطار. يتم إجراء أعمال صيانة واسعة لمجرى السيول في ضاحية مقابر صبلة التابع لمديرية ميمنة بمشاركة الشعب ومنتسبي قوات الدفاع في المنطقة. وأفاد منسق العمل المهندس إياسو أبراهام أن الأعمال تشمل بناء القنوات الحوضية وحفر الحفر للتشجير بالإضافة إلى إقامة حواجز في مجرى السيول. وأوضح أن الهدف هو مكافحة انجراف التربة في السهول وإثراء المياه الجوفية والغابات باتباع إجراءات الحفاظ على المياه، مشيرا إلى أنه تم تصحيح حوالي 60 هكتارا من المنحدرات في ال10 أشهر الماضية ضمن هذا المشروع. وأشاد المهندس إياسو بجهود المواطنين وأفراد قوات الدفاع، وذكر أنه سيتم زراعة الأشجار والنباتات بعد الانتهاء من المشروع. كما أكد منتسب قوات الدفاع الذين شاركوا في العمل مدى تكامل المشروع نظرا إلى أنه يتم بطريقة علمية وبإرشادات الخبراء في هذا الشأن. كما حثوا سكان القرى المجاورة لتحمل مسؤولية الحفاظ وصيانة القنوات الحوضية ومراقبة الأشجار وحراستها لضمان استمرارية نتائج الجهود التي تبذل. قام سكان ضاحية جولا أحفرة بمديرية جالا نفحي بإعداد وليمة لمنتسبي مشروع عد هلو رقم 2 الذين يقومون ببناء طريق ترابي جديد من حمبرتي إلى قريتهم. وفي حفل أقيم في 7 يونيو الجاري، أوضح مدير الضاحية سيد ميكائيل حبتة أن الطرق غير المعبدة والمسافة تشكلان تحديا في حياتهم اليومية، خاصة عند حدوث حالات طارئة، مؤكدا جاهزية المواطنين في متابعة الطريق الترابي وصيانته للمحافظة على العمل الجدير بالثناء الذي يقوم به المشروع. وأفاد مدير مديرية دباروا السيد فروينجل تخلهاي لمانوت بدوره أن العمل جار لإدخال خدمات المياه والكهرباء إلى جانب الطريق الترابي لضمان استفادة سكان قرى جولا وأحفرة وبامقو ضمن جهود تسفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين، مشيدا المواطنين للمساهمة في إنجاز المشروع. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، هددت إيران بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا اندلع صراع عسكري مع أمريكا. وقال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة إنه إذا فشلت المفاوضات النووية واندلع صراع مع الولايات المتحدة فإن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة. وتأتي هذه التهديدات قبل أيام من الجولة السادسة المقررة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت وكالة التسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير الدفاع قوله في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة إن التهديدات الأخيرة الصادرة عن الأعداء لن تبقى من دون رد.
وأشار الوزير إلى أن القوات العملاتية الإيرانية مجهزة بشكل كامل، وقد أجرت في الأسبوع الماضي تجربة ناجحة لصاروخ يحمل رأسا حربيا يزن 2 طن وفقا للوكالة. خفض البنك الدولي توقعها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.3% من 2.8% كانت متوقعة في بداية العام، وهي أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 مع استبعاد فترات الركود العالمي، وذلك تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي. وحسب التقرير من المتوقع أن يتباطأ النمو فيما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية في هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع تدريجيا إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و27، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن ال21. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان المنخفضة الدخل أو البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.3% في هذا العام، بانخفاض 0.4% عن توقعات بداية عام 2025. وتوقع البنك أن يتسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية في إعاقة جهودها لاستحداث فرص عمل والحد من الفقر المدقع وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة. قتل 7 أشخاص على الأقل في سلسلة انفجارات وهجمات مسلحة هزت جنوب غرب كولومبيا بحسب الشرطة، فيما بدت أنها عمليات منسقة بعد يومين من إطلاق نار على مرشح رئاسي في بوكوتا. ووقعت الهجمات في كالي ثالث كبرى مدن كولومبيا وعدد من البلدات المجاورة لها، واستهدفت مراكز للشرطة ومباني بلدية بحسب ما أفاد قائد الشرطة فرناندو تيريانا. وكان السيناتور المحافظ ميغيل أوريبي المرشح للانتخابات الرئاسية الكولومبية المقررة في العام المقبل قد أصيب برصاصتين في الرأس خلال حملة انتخابية في بوكوتا، وهو في حال خطيرة ويصارع من أجل حياته. وخرج المئات إلى الشوارع في المدن الكبرى لإضاءة الشموع والصلاة والتعبير عن غضبهم إزاء الهجوم. في النبأ الأخير قال علماء إن العالم شهد هذا العام تسجيل ثاني أكثر شهور مايو سخونة على الإطلاق منذ بدء السجلات، وأدى فيه تغيير المناخ إلى موجة حر تخطت المعدلات القياسية في جرينلاند. وذكرت خدمة كوبرنيكوس لتغيير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي C3S في نشرة شهرية أن الشهر الماضي كان ثاني أكثر شهر مايو دفئا على الإطلاق على الكوكب، ولم يتجاوزه إلا مايو من عام 2024. وأضافت أن الشهر كان متمما لثاني أكبر فصل ربيع سخونة على الإطلاق في نصف الكرة الشمالية. وقالت الخدمة إن درجات حرارة سطح الأرض في الشهر الماضي جاءت أعلى بمتوسط 1.4 درجة مئوية عن فترة ما قبل الصناعة بين عامي 1850 و 1900، عندما بدأ البشر في حرق الوقود الأحفوري على نطاق كبير لأغراض الصناعة. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. انطلاق امتحانات الصف الثامن الوطني في الداخل والخارج. وزارة الزراعة تنظم منتدى بمناسبة يوم سلامة الغذاء الدولي. شباب مدينة مصوع يزورون ميناء عدوليس الأثري. طهران تهدد بضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة إذا اندلع صراع عسكري. البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ عام 2008. 7 قتلى من جراء انفجار 16 قنبلة وهجمات مسلحة في كولومبيا. نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.